ممكن تتكون من تريليونات من جزيئات المية. جزيء المية هو أصغر حاجة معبرة عن المية، ولكن لا ترى بالعين المجردة. هل معنى كده إن أنا أقدر أحضر المية داخل مختبر عن طريق إن أنا أفاعل غاز الهيدروجين مع الأكسجين؟ الإجابة في المختبرات الكبيرة المجهزة لمثل هذا التفاعل، لأن هذا التفاعل هو تفاعل ينتج عنه شرارة عالية جدا وبيحتاج إلى طاقة حرارية كبيرة، ولذلك هو تفاعل خطر. بس إذا تم التفاعل داخل مختبر مجهز لمثل هذا يتم إنتاج مية من النواتج النهائية لهذا التفاعل. وفي أمثلة على مثل هذا التفاعل، زي إنه بيستخدم في محركات الصواريخ عند الانطلاق، لأنه بينتج عنه كميات هائلة من الطاقة، والناتج الوحيد ليه هو بخار المية. وبالتالي أنا فهمت كده وعرفت استنتج إن أنا ممكن أقدر أحضر المادة عن طريق إن أفاعل العناصر الداخلة في تركيبها كيميائيا. تمام كده؟ هنا ممكن يجي سؤال من حد عبقري ويقول لي معنى كده إن المية اللي اتوجدت على سطح الأرض هي كانت نتيجة تفاعل كيميائي ضخم بين غاز الهيدروجين والأكسجين؟ الإجابة هنا لأ، لأن ربنا خلق لينا كوكب الأرض وأوجد فيه المية. أمال ليه عمالة تقولي إن المية نتجت من تفاعل الهيدروجين والأكسجين؟ مش أنا قلتلك إن ربنا خلق لينا الكوكب وخلق لينا العناصر وأوجدنا على الأرض عشان نتفكر ونقدر إن احنا نحلل الحاجات اللي موجودة على كوكب الأرض